أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله تعالى. خديجة، احنا معانا في سلطنة عمان الكثير من الجنسيات والمقيمين من دول شقيقة عربية صحيح. وخارجية، اخواننا واخواتنا من الدول يشوفوا الاخرى. يستمتعوا كثير بالفعاليات والأشياء اللي احنا نشوفها ونعيشها أيضا في العيد. اكيد محمد، يعني ياخذوا من لهجتنا الجميله. يا سلام. ويحاولوا ايضا انهم يطبخوا وجباتنا واكلاتنا الشعبيه اللذيذه في سلطنه عمان. واليوم عبر برنامج هنيتم بالعيد ايضا نتشارك بهجه وفرحه العيد مع اخواننا من الدول المختلفه. نعم، اذا نرحب مشاهدينا الاحبه بدايه بالأخت ريناد فتحي من جمهورية مصر العربية، طبعا مقيمة في السلطنة. خديجة، ريناد من الأخوات أو البنات المصريات، تفضلي ريناد تعالي معنا، من الأخوات اللي سخروا السوشيال ميديا معاهم وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر كل ما يتعلق بالسياحة في السلطنة. فعلا، يعني أنا تابعت حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، طاقة إيجابية جميلة ما شاء الله، يعني تنقل المواقع السياحية المختلفة في سلطنة عمان. فنرحب بأختنا ريناد. أهلا وسهلا ريناد. ريناد طبعا من جمهورية مصر، نورتينا وشرفتينا، كل عام وانت بخير. تفضلي حبيبتي. شكرا. تفضلي. كيفك؟ كل عام وانت بخير. وانتم طيبين، الشعوب الإسلامية كلها بخير يا رب. بإذن الله. نورتينا وشرفتينا. ميرسي، ربنا يخليكي. الله شكرا. يخليك. طبعا مثل ما ذكرنا للمشاهدين الأحبة، ريناد من المؤثرين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعية، ولها الكثير من الفيديوهات اللي راح نشوفها بإذن الله تعالى خلال صحيح. الدقائق القادمة. العيد في مصر حاجة تانية فعلا، نفس ما هو رمضان في مصر حاجة تانية. دي حقيقة، دي حقيقة. فخبرينا عن أجواء العيد في مصر ريناد. أولا أنا بعيد على كل الناس، كل العرب وكل الشعوب الإسلامية، كل سنة هم طيبين. أنت طيبة. مصر عموما وعمان مفيش اختلافات كتيرة، لأنه أنا بحس إن العيد هو الأهل، تجمعات العيلة الصبح، صلاة العيد، العيدية. أكيد. أنا ما أعرفش عندكم العيدية ولا لا؟ لا ضروري العيدية. إحنا عندنا العيدية أهم حاجة. أنا عن نفسي من وجودي هنا في عمان، أنا بقالي 7 سنين ما شاء الله. فعمان تعتبر بلدي الثاني، يعني أنا عشت فيها فترة طويلة جدا. أقدر أقول إن أنا بلدي الثاني هي عمان. أكيد طبعا، أكيد من حقي بقى دلوقتي. طبعا. لكن المفروض إنك تتكلمي عماني بقى، يعني كلمتين كده عمانية. صعبة جدا تصدقي. أنا حتى أوقات يعني أصحابي لما يجوا يتكلموا، لما يضغطوا قوي ما بتلخبط منهم خلاص. واحنا لازم نضيفهم الضيافه العمانيه طبعاً المعتاده. مشاهدينا الاحبه، احنا معانا القهوه والحلوى العمانيه، لازم يكونوا حاضرين في العيد، في يوم العيد وفي كل مناسبه. نعم. وإحنا معانا ايضا شركه عبق الضيافه، وهذه طبعا السلام والرحمه الحلوى العمانيه. الحمد لله. بسم الله. ريناد، يعني أنا تابعت الفيديوهات وحسابك عبر انستغرام، وشفت ما شاء الله كيف الطاقة الإيجابية كذا، يعني عندك بوزيتيف انرجي قوية ما شاء الله. فحبيت طريقة الفيديوهات اللي تعمليها، طريقة الكلام، حتى المونتاج، أي عفوية. وفي نفس الوقت أيضا أنت تنقلي صورة جميلة لعمان وللمواقع السياحية لإخواننا في مصر وأيضا في الدول العربية اللي يتابعوك. تفضلي ريناد. أكيد طبعا. بعدين أرجع لك أكيد طبعا. طبعا. ليش ما نشوف الفيديو تبع؟ لا دي خلاص. ليش لا؟ إذا الفيديو جاهز نشوف الفيديو. جاهز مخرجنا الجميل عيسى الصبحي. طبعا الحلوى العمانية طبعا من مكونات من أساسيات المائدة العمانية في المناسبات الرئيسية. طعمها حلو قوي بس مش مفهومة. جميلة. طعمها حلو بس مش مفهومة. دي خلطة عمانية كده تحتاج لنا جلسة فيها. عملنا كده. أيوة. لا بصراحة طعمها حلو قوي. شكرا. بس ولا مرة فهمت الكونسبت بتاعها. المكون. عمرك عملتيها انت في البيت؟ لا ما نعملهاش في البيوت. دي لها مصانع خاصة يعني. أوكي. البعض يجتهد في البيوت لحركات وفيديوهات. فممكن تعملي فيديو في أحد المصانع للحلوى العمانية. كمحتوى جميل يعني. في مصنع دليل يعني. خلاص تمام، ولا يهمك إن شاء الله. كنا نتكلم عن الفيديوهات ريناد. الطاقة الإيجابية، الفيديوهات الجميلة، المحتوى اللي تنقليه لإخواننا في مصر وأيضا للدول العربية. كلمينا عن هذا الجانب. أوكي، هبتدي لك من البداية شوية. أنا كنت زي ما تقولي الطفلة المدللة عند أهلي. إحنا بنتين ما شاء الله. فكان أنا كنت صغننة، فكان دايما بابايا ومامتي دايما حاطين فيا فكرة إنه أنتِ فظيعة، أنتِ بتتكلمي حلو قوي، أنتِ لافتة الانتباه جدا. جميل. فإنه فضلت حاطة الموضوع ده في دماغي لحد لما كبرت، انه دايما حاسه انه لا ده هيتقبلني، ده هيتقبلني، انه عندي كونفيدنت انه ان شاء الله هتحب. ممتاز. توكلت على الله
وابتديت ان انا في الاول خالص لما جيت عمان هنا كنت مش كتير، ما كناش بنطلع، بس بعدين اكتشفت انه احنا قاعدين في بلد يعني فيها سياحه كتير جدا يعني ليه ما نجربش نطلع مع اصحابنا، وخصوصا ان احنا مجموعه كبيره جدا. فابتدينا في الاول خالص ننزل نروح مره كهف الهوتا، نروح مره جبل شمس، تعمل هايك نعمل هايك مع الاسره الكريمه. انا شفت فيديوهات مع الاسره، الله يحفظهم لك يا رب. فبعدين انه حبيت ان انا اوصل للناس بس بوجهه نظري انا بشوف الحاجه دي ازاي. يعني اي حد ممكن يصور، انا بحب الناس تعرف انا استمتعت بيها او انا شفتها ازاي. لا هو واضح ما شاء الله في الفيديوهات يعني ايوه الفرحه والطاقه الايجابيه، يعني هذا الشيء اللي لفتني ما شاء الله. يمكن الفيديو يكون كمحتوى عادي نحن نعرفه، لكن كطاقه مختلفه. ايوه ميرسي والله، ربنا يخليكم، انا متشكره جدا على الكلام الحلو ده، وانا اكيد يشرفني ان عمان اكون عملت فيها زي ما بصمه جميله، بصمه حلوه فعلا. تعملوا لنا دويتو جميل مع بعض وتغنوا لنا اغنيه حلوه. ايوه يلا نسمع طبعا. يعني احنا طماعين اليوم انا ومحمد، نحب نسمع. من بدأت خلاص الشباب في الكنترول يقولون لنا ترى صوته جميل. طماعين نريد نسمع صوت. اكيد يا محمد مجهز لنا شيء اصلا هو. محمد خلاص الحين وديع. تفضلوا تفضلوا. يترنم على البانة الله عشي يا قمر يا الروضة على غصن السلام، يترنم على البانة عشيري قمر يا الروضة على غصن السلام، يذكرني بأحبابي. يا سلام. يذكرني بأصحابي، يذكرني بأحبابي، يذكرني بأصحابي، ونساني الغرام وأنا أحبك 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 يا سلام ونياتي يا سلام خاطري وأنا أحبك يا سلام. ليه الجفا تهجرني وأنا أحبك أحبك يا سلام. يا سلام يا سلام عليكم، يا سلام. يعني أنا أشوف الفرحة بعيون ريناد وهي حابة الأصوات الجميلة. كيف ريناد انطربتي؟ الله صوتي احلى. نقرب على الهواء. بلاش يا جماعه، بلاش تجربة. هعملها لكم فيديو بقى. طيب جميل ما شاء رح الله. نكتشف صوت ريناد في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. اللي راح نكتشف. برافو عليك يا روحي. ايه موهبه جديده عند ريناد. ايوه صحيح. بلاش الكسوف دلوقتي، احنا ليله العيد. يوم العيد، احنا يوم العيد. نشوف فيديوهات ريناد. نشوف فيديوهات ريناد. ايوه نشوف فيديوهات ريناد على السريع ونعلق عليها ان شاء الله مشاهدينا. يا اهلا وسهلا، انا ريناد والنهارده مغامره جديده، واخدت بناتي معايا عشان يعيشوا التجربه. كفايه سسبنس وتعالى احكي لكم ايه اللي حصل. قائد الرحله ابتدى يحكي لنا ازاي نعرف نطلع الجبل، بس انا طبعا كنت مشغوله زي ما انتم شايفين. احنا جايين النهارده نجرب نعمل ابسيلنج من فوق كهف سعال. واحنا طالعين على الجبل مشينا حوالي كيلومتر، بس كلهم على صخور. شادي اوريدي جاب اخره. انا بنتي بدات تطلع على ايديها ورجليها، بس طبعا كانت تجربه جميله بالنسبه لهم. هنا بقى كل الاكشن، المفروض ان هم يربطوني في حبال وينزلوني. استنى بس ما تزعقش. انا مرعوبه والناس اللي معاك كدابين ومش راضيين ينزلوني. انا خايفه. يلا تك رايت ايوه. المشكله وانت فوق بتحس ان الموضوع سهل قوي، لكن هو عايز تركيز وهننزل بالسلامه.
هم بيتكلموا مش بيبقوش فاهمين. الموضوع صعب، سهل. مش بنعرف نفهمه. والله سهل بجد صعب. سهل. حتى بنتي بقت محترفه في الابسيلينج زي ما انتم شايفين. خلصنا بالظبط على ميعاد اذان المغرب وهم كانوا محضرين فطار لينا كلنا. ابتدينا ناكل مع بعض، ده حتى فاجئونا ببطيخه وكمان طلعت حمرا. كل الناس خلصت اكل الا انا طبعا، وكان لازم نتحرك دلوقتي. اتحركنا وطبعا الطريق بالليل خطر جدا. طريق الرجعه اصعب من طريق اللي هي الروحه. تقريبا شادي وقع. لا انا ما اعرفش بنادي فين. وصلنا. الحمد لله تمام. انتوا تمام؟ ما تعملوهاش بقى. بتاكلهم ايه؟ كرك وسمبوسه بالخضار. كلكم عارفين اني مش اول مره اروح مطرح، بس النهارده كان يوم غريب قوي. مطرح كانت مليانه بالسياح، ودول كانوا واقفين بقالهم ربع ساعه بس بيسمعوا فوايد اللبان، وناس تانية بتتعرف على ثقافه الشعب، وكمان جربوا المسار وكان شكلهم حلو قوي. ما اصل بجد الجو تحفه اليومين دول ومناسب جدا للسياحه. انا بقى كنت جاي عشان اشتري دول، شكلهم حلو قوي. اخترت منهم واحده وصاحب المحل قال يديني غوش هديه. والله انت زي العسل. وعمان كمان بتحبك قوي. الشارع كان كله حياة من كتر ما الناس كانت موجودة. أنا كنت مبسوطة قوي وكأني باجي السوق لأول مرة. حتى الناس كان شكلها جميل قوي بالمسار العماني. بصوا الكلبوس ده والنبي. وأنا طالعة من السوق كانت لسه أفواج من السياح بتنزل من الأتوبيسات عشان يتفرجوا على حضارة الشعب الجميل ده. الجو لا كان بارد ولا حر، كنت حاسة إن أنا عايزة أجيب كوزين ذرة وأفضل قاعدة قدام المنظر الجميل ده. بجد الله على جوك يا عمان في الشتاء. باي باي دلوقتي، ولو شفت حاجة جميلة تانية هوريها لكم. إذا مثل ما شفنا العفوية هذه كلها في الفيديوهات، طبعا برفقة الأسرة الكريمة اللي نوجه لها كل التحية، وكل عام وزوجك وأولادك بألف خير. ميرسي جدا، كل سنه وانتم طيبين يا كارلا، جوليا، شادي، بحبكم جدا. الله يحفظهم لك. كيف كانوا في الهايك معك؟ وفي بيرلا واحده صغننه كده. ما شاء الله، الله يخليهم كلهم إن شاء ربنا الله. يخليكي. ميرسي. انا بحب لما بروح مكان. بناتي عموما كبروا، يعني انا عندي بنوته 8 سنين والثانيه 5 سنين. الله يحفظهم. انه الحمد لله دلوقتي بقوا بيتبسطوا معايا. نعم. يعني ما بقتش احس ان هم بيبيهات ان هو يلا اشيل. بصراحه هم بيتشالوا، يعني هم كده كده بيجوا معايا وفي الاخر بيتشالوا. بس ما شاء الله، يعني اخر مره رحت فيها كهف سعال. نعم. وكانوا الناس اللي معانا اللي هم المغامرين اللي بيطلعوا ساعدوني فيهم. واحد شال بنتي الصغننه والتاني شال البنت الكبيره. جميل. طلعوا، بس انه كانت مغامره لذيذه جدا بالنسبه لهم وبالنسبه لي. ان انا جربت انزل اعمل ابسيلينج من كهف سعال، ما which شاء is الله. يعني حاجه، يعني كان اول مره اجرب. قبل كده عملتها بس كان في شلالات. ترى العمانيين ما جربوها. لا يا اخي، العمانيين جربوها كتير قوي. يعني انا بشوف هناك ناس بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني شاطرين جدا في الموضوع ده. الحمد ان لله. انا اللي لسه بادئه اجرب الحاجات دي، بس انه ماما دايما تشوفني تقول لي بطلي تعملي الحاجات دي، خلاص كفايه، روحي اماكن تانية سياحيه، ليه بتعملي كده؟ بس انه لازم نجرب. اكيد طبعا. ازاي الحياه هعرف؟ تجارب اساسا. ايوه طبعا لازم اجرب، وخصوصا الحمد لله كل حاجه امان. يعني الحمد لله. ان شاء الله باذن الله خير، يعني يفضل أكيد على كله كده. ان شاء بس الله. انه كله امان. يعني كانت لسه فدوى دلوقتي بتسالني بتقول لي بتستمتعي فعلا ولا بتبقي خايفه؟ ببقى خايفه سنه بس بعدين بستمتع. أكيد. احلى شيء هذا. جميل جدا. انا اول مره اعمل الحركه دي. هذا أول مرة تعمل البخور. الحركة دي؟ انا اول مره اعمل ده الحركه دي. العود. العود والبخور لا العماني. بس ريحته جميله. ايوه طبعا. جميل كثير. نشكر على الضيافه. مشكورين. ايه شكرا. جزاك الله خير. عامل ازاي كده؟ انا بالنسبه للرجال يعني كذا انا ما اعرف يعني. اوكي. طب والستات؟ بس كده كله تمام. اوكي بنعمل كده بس. دهني وخلاص. بس يعني زياده على اللزوم عشان ما يطبعش على عشان على الهدوم. ايوه على الهدوم. يلا منكم نستفيد. ريناد، الكاميرا هذه امامك، رقم 4. قولي اي حاجه تحبيها لاهلك وناسك من عمان تبعثيها الى مصر ولجمهورك هنا ايضا في السلطنه. اوكي. لماما اول حاجه، عشان ماما قاعده دلوقتي بتتفرج عليا. الله ما يحفظها. شاء الله. بحبك جدا يا ماما، وكل سنه وانت طيبه، ويا ريت كنتي موجوده في العيد هنا، بس ربنا يخليكي يا رب. لاختي، لعائلتي، ربنا يبارك فيهم وكل سنه وهم طيبين ان شاء الله. اما للجمهور والشعب العماني اللي حبوني زي ما انا، برضو كل سنه وانتم طيبين، وربنا يسعد ايامنا دايما يا رب. امين يا رب العالمين. احنا جدا سعيدين خديجه بتواجد اشقائنا من جمهوريه مصر العربيه ومن جمهوريه اليمنيه ومن جمهوريه او من المملكه المغربيه. شكرا جزيلا لكم وكل عام وانتم بخير. بعد الفاصل نتواصل معكم مشاهدينا، كونوا معنا.